سلامتك على الله من يسمع. ممتاز. القصيدة طال عمرك أنا ولا لاني بقصد، مثل ما قلت لك لاني بقصد إلا سبب القصيدة. كنت في المنطقة الغربية في قرية اسمها بحرة، وكانوا يمروني ناس من الجماعة اللي على مورات. العمل يعني كان هناك؟ العمل كان هناك في الحرس الوطني، وساكن في قرية اسمها بحرة بين جدة ومكة. ويمروني بعض الرفاقة اللي على المورات ويشترون يبتاعون في السيارات، واللي ياخذون شعير علف من أعلاف من جدة، واللي في الجهاد عندنا فوج اللي بن قويد الدواسر، وفوج اللي بن عبود قحطان، أفواج جهاد، وفيها برضو ناس من الجماعة من أهل الخرمة ومن أهل الرنية، ولا بد ما يمرون علينا. ليلة من الليالي أنا جالس وعندي مشب في الحوش وأسوي القهوة النشامة شروة من يسمع شروك الطيب، ويهاوشوني عند الكرم، يقولون أنت خبر جالس على درب أهل المورات وعلى درب أهل الجهاد، وكل ما جاء واحد عزمته، وأنت الحرس بكرة مصيرهم يفصلونك ولا يقعدونك، وعندك حرمتين وعندك عيال ومن هالحكي. هذا طبعا الجماعة الرفاقة يعني هوشهم هوش محبة ومحنية، ويقولون قلل في الكرم شوي. كنت تملك البيت عاد على طاري نعم في بحرة. نعم من الله. فأنا أسوي القهوة ودقيت البهار، وبدل ما أحطه في الدلة المبهارة حطيته في البراد حق الشاي. ما جاز لك كلامهم؟ لا والله هوجست، سرحوني شوي عن القهوة. أسلم. فقالوا خربت القهوة يا البخيت اللي كانوا جالسين عندي. قلت أنت من اللي خربتوها؟ جلستوا البخيت عند القهوة وهرجتوا فيه، هوجستوا وسرحتوا في وادي والقهوة في وادي، لكن حطوا عندها واحد في عقل. خلتوني احط البهار في الشاي. الله فسووا قهوتهم، وانا بعد ما راحوا وسويت الابيات على موجب الموقف اللي حصل. هذا الكلام في عام 1395. نعم. اقول في مبداها سجه مع الهاجوس طبيعة بموت ما جزت عنها. سجه مع الهاجوس طبيعة بموت ما جزت عنها، اشكي على الخلاق وارفع الهيدي الى كثرة الافكار يفك منها. أما الكرم قد فاز بحات مطي، حتى الفرس من شان ضيفه طعنها. خلون يكرم في حياتي وانا حي، ولا مت مدري جثتي من دفنها. خلقت في الدنيا وانا ما معي شيء، وبروح منها ما معي شيء منها. لابد ما نرحل عن المزح والغي، ونسكن بيوت قبلنا من سكنها. يقصد القبر. لابد ما نرحل عن المزح والغي، ونسكن بيوت قبلنا من سكنها. النفس مثل الغصن عايش على الري، ولا كل الناس عافت وطنها. مسكي يلي تحسب الواجد شوي، العافية لو تنشري وش ثمنها. لأن بعض الناس يقول أنا ما عندي شيء ومتعافي ومستور. هو الكنز العافية والستر. مسكين يلي تحسب الواجد شوي، العافية لو تنشري وش ثمنها. يا جاهل الدنيا تراهي كم الفي، ويا مخبل اللي في حياته ومنها. انحرت لك قامت تروح وتجي مثل الذلول اللي طويل الرسنها، وندبرت خلتك طايح ومرمي. وكم واحد له حاجة ما ضمنها. يلا حسن حسنات تقضي على السيف، لا قربوا للنفس درعة كفنها.